السلام عليكم. جالي عميل النهارده يا جماعه بيقول لي البطاريه بتاعه الموتوسيكل ما بتشحنش. طبعا بدأنا نفحص بلاطه الشحن والضفيره والدنيا دي كلها، لقينا الدنيا مش واصل لها اي كهرباء. خلاص ما فيش قدامنا حل كده غير اننا نروح للملف بتاع الكهرباء. طبعا انا اكتشفت قبل ما احل ان ملف الكهرباء متغير. بسأل العميل بقول له انت مغير ملف الكهرباء؟ قال لي اه بالفعل مغيره. طيب حضرتك مغيره بقالك قد ايه؟ قال لي بقالي بتاع حوالي شهرين. بصوا يا جماعه الملف محمص ازاي. شايفين شايفين الملف محمص ازاي يا جماعه. يا جماعه بلاش نسترخص في قطع الغيار. اللي انت هتوفره دلوقتي هتيجي بعد كده هتصرف قده مرتين. فدي نصيحه للناس اللي هي بتسترخص في قطع الغيار. على الاقل يعني مش لازم تركب حاجه نظيفه قوي، بس يعني حاجه كويسه. ركب حاجه كويسه تمشي. ما تركبش حاجه، معلش في الكلمه، ما تحطش فلوسك في حاجه تمشيك شهر او شهرين. حاول على الاقل تحط فلوسك في حاجه تمشيك حوالي يعني 5 6 شهور، سنه على الاقل يعني. شايفين يا جماعه بالذات حاجه الكهرباء ما نسترخصش فيها.